امير كل ده في مصر؟ في مصر. كمل كمل وانا هديك الزتونة في الاخر. يلا يا مازن، يلا يا مازن. يلا يا حنين، عاش 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 عاش. الفرق بين اولادك والاولاد دي ما شاء الله عليهم ان دول اهاليهم قرروا ان هم يدعموهم بكورسات في اليوسي ماث او في الحساب الذهني. الحساب الذهني هو برنامج تنميه مهارات للاطفال عن طريق العمليات الحسابيه. وقت ما حضرتك خدت القرار ان انت توديه ياخد كورسات كره قدم علشان يبقى زي فلان وعلان. قول لي يا امير ما تبكتنيش، انت بس قول لي يعني ايه يوسي ماث او ايه هو الحساب الذهني، وانا عندي طفل صغير يعني خلاص هو اللي ممكن الحقه وسط اخواته. لك يا صديقي، الحساب الذهني ده مش مجرد حساب، ده تمرين للمخ زي تمرين كره القدم كده، بس الكوره هنا بقى في الحساب الذهني حاجه اسمها ابيكاس. ايوه هو اللي ظاهر قدامك ده. لما الطفل بيبدا يستخدم الابيكاس ويبدا يشتغل عليه، اول حاجه بتتاثر بالفص الايسر من المخ المسؤول عن المنطق والارقام. بنستخدمه عاده في عمليات الحساب التقليديه. تخيل بقى انك تقدر تدرب الفص الايسر من المخ المسؤول عن المنطق والارقام، تقدر تدربه على الحساب بسرعه وبدقه. تقدر تدرب الفص الايمن من المخ المسؤول عن التخيل والابداع. غير كده وكده يا صديقي، في حاجه جوه المخ بتربط الفص الايمن بالفص الايسر اللي بتوصلك لسرعه الاستجابه. ليه؟ علشان انت مرنت اصلا الفصين، الفص الايمن والفص الايسر، ان هم يشتغلوا في نفس الوقت. انت بتشتغل على تنشيط الذاكره البصريه. ايوه يا صديقي، البصر ده ليه ذاكره، ليه ميموري. خلال الذاكره البصريه دي ولما تشتغل عليها بتقدر تتخيل بشكل اكبر واوسع وبتبقى سريع الاستجابه. وقدرت تدعم طفلك من هو صغير وتستثمر فيه بجد من خلال الحساب الذهني، وقدرت تزرع الابيكاس ده في دماغه. انت تقدر توصل لنتائج حسابيه او هو يقدر يوصل لنتائج حسابيه كونيه كده فضائيه زي ما هتشوف معايا دلوقتي.